تخيل انك عايش في منطقه طول السنين انت وابوك وجدك، ويجي حد بمنتهى البساطه يقول لك المنطقه دي ما بقتش بتاعتكم، المنطقه دي بقت بتاعتنا. تخيل انك في مدينتك اتغير عليها كل شيء، وده مش مجرد صدفه، دي خطه لتغيير الارتباط العمراني بالمكان. تخيل انك عايش في زمن مفيش فيه انترنت ولا شوارع ولا زحمه ولا قوانين، عايز تبدا حياه مع شريكه حياتك، تبنوا عيله، تاسسوا مجتمع. اول حاجه هتفكر فيها هي انك تختار مكان مميز تعيشوا فيه، قريب من طرق قوافل التجاره او جنب البحر او جنب النهر، علشان تضمن دايما يكون فيه اكل وميه وحركه التجاره بتعدي عليه. هتبدا تبني بيت بسيط بمواد الطبيعه اللي حواليك، هتزرع الارض وتحصد المحصول وتبيع شغلك لتجار القوافل. دلوقتي بقى عندك بيت وميه واكل، لكن لسه ناقصك حاجه مهمه، الامان. المدن في شكلها البدائي بيكون احساس الامان هو الهدف الاساسي في بنائها. هنا كان بيتواجد اسوار كتير ملت العالم لحمايه المدن، سور الصين العظيم، اسوار القسطنطينيه في تركيا، اسوار بغداد المستديره، وطبعا في مصر عندنا اسوار القاهره الفاطميه. والسور مش مجرد جدار، ده نظام دفاعي كامل بيضم ابراج مراقبه وثكنات جنود، وبيجسد عبقريه التخطيط والتنفيذ للمكان، لكنه كمان رمز للعزله والتمسك بالهويه. هو ازاي يسرق مدينه؟ في كتاب ارض جوفاء وكتاب الجدار هناخد رحله في عقل اللي بيفكر يسرق مدينه. الهندسه الديموغرافيه دي مش مصطلح صعب، مش مصطلح علمي، ده مصطلح بيستخدمه الانظمه والحكومات لما يقرروا يغيروا شكل السكان في مكان ما عشان يحققوا مصالحهم. الفكره انك تعمل تغيير كبير في مين عايش في المكان ده، وتخلي التركيبه السكنيه والمعماريه مختلفه تماما عن ما كانت عليه. ما بين كتاب ارض جوفاء وكتاب الجدار هناخد رحله في ازاي تقدر تسيطر على مدينه. الكيبوتس، تخيل انك بتفتح بابك عشان تساعد حد وتشغله بحسن نيه وتديله ارض وتشتري منه محصول، ولكن تفاجأ انه جاي ياخد منك الارض بتاعته. في سنه 1910 المستوطنين اليهود اللي جم من اوروبا وشايلين معاهم حلم الاشتراكيه في بناء مجتمع جديد، ولكن عشان المجتمع ده يبدا كان لازم حد يدفع الثمن. الكيبوتسات كانت عباره عن اراضي زراعيه، الناس اللي بيشتغلوا مع بعض، بياكلوا مع بعض، بيقسموا الرزق مع بعض، بيبيعوا محاصيلهم مع بعض، حتى اطفالهم كانوا بيربوهم مع بعض. شكلها من بره مشروع طيب وجميل، حياه اشتراكيه ومساعده بين الناس، لكن اللي ما كانش واضح هو نيه اصحابها. الهدف منها كانت السيطره على الاراضي الفلسطينيه. المأساة يا صديقي هنا انه الفلسطينيين ذات نفسهم كانوا بيساعدوهم. المستوطن اللي كان جاي من اوروبا في الوقت ده كان يبان انه شخص بسيط وفقير، وبحكم كرم الضيافه للفلسطينيين بداوا يساعدوهم انهم يدلوهم على مواقع الميه وانهم يشتروا منهم محاصيل. الكيبوتس كانت واخده اماكن مميزه جدا، اماكن استراتيجيه جنب مصادر الميه والاراضي الخصبه، وبداوا يفرضوا وجودهم مع الوقت. الكيبوتسات دي ما بقتش مجرد مزارع، اتصورت باسوار واتحصنت باسلحه وبقت كانها معسكرات جاهزه لاي مواجهه. تامين القوه العسكريه. لما جت النكبه في سنه 1948 لعبت الكيبوتسات دور مهم جدا، انطلقت منها الهجمات للقرى الاستيلاء على بقيه القرى. فجاه اصحاب الارض الاصليين لقوا نفسهم مطرودين منها، طبعا احنا عارفين بنتكلم عن مين، وبيشوفوا المستوطنين اللي جم زمان وهم بيساعدوهم بياخدوا منهم الاراضي دي بالقوه. الموضوع كان صدمه. ولو جينا للعصر الحالي فدايما ولا بيلاقي طريق لتامين نفسه، سواء بناء اسوار دفاعيه او جدران عازله بقوه السلاح، وحرمان الناس من اراضيها جيل بعد جيل بعد جيل. اعاده توزيع السكان. تخيل انك عايش في منطقه طول السنين انت وابوك وجدك، ويجي حد بمنتهى البساطه يقول لك المنطقه دي ما بقتش بتاعتكم، المنطقه دي بقت بتاعتنا. الموضوع مش مجرد نقل سكان، ده حرفيا تغيير تاريخ المنطقه. بيلجا هنا الى تغيير اسماء الشوارع، لو شوارع باسم عربي هنخليها اسم اجنبي، تغيير استخدامات المباني، لو في مسجد هحوله مكتبه، عمل طرق جديده ما كانتش موجوده. وده للاسف الشديد بيمحي الذاكره البصريه تجاه كل مواطن تجاه الارض بتاعته. تخيل انك في مدينتك اتغير عليها كل شيء، ماذا تبقى؟ بيخلي دايما ذكرياتك في المكان ده صعبه وبتتمحي بسهوله، بيمحي الهويه. وده مش مجرد صدفه، دي خطه لتغيير الارتباط العمراني بالمكان. القوانين، رغم ان المحافظ في وقت ما بيكون معاه كل شيء، سيطر على كل شيء عسكريا ومدنيا، الا انه بيحتاج قوانين عشان يقدر يباشر بيها ما تبقى من السيطره. عندنا قانون هنا اسمه املاك الغائبين سنه 1950، واللي مكن مصادره كل اراضي الفلسطينيين اللي هاجروا وسابوا اراضيهم من كتر الضغط عليهم. العدل الجغرافي. تخيل انك عايش في بيتك وكل يوم يجي حد يبني سور جنبك، لحد ما تلاقي نفسك محبوس في مكان صغير جدا وكانك في قفص. كل الطرق اللي كنت بتستخدمها زمان بقت مقفوله. ده بالظبط اللي حصل للفلسطينيين. بعد 1967 بدا الاسرائيليين انهم يعزلوا الفلسطينيين في قرى منعزله تسمى كانتونات. يعني مثلا بعد ما كان عندك ارض واسعه بتتحرك فيها زي ما انت عاوز، لقيت نفسك مضطر انك تعدي ما بين اسوار واسوار واسوار. وكان بيتم بناء مدن في النص بين المدن الفلسطينيه عشان تقطع اي تواصل جغرافي بينك وبين المنطقه. غير كده تم انشاء ما يسمى بالطرق الالتفافيه. دي طرق
عملوها للمستوطنين علشان يقدروا يتحركوا بسهوله بين مستوطناتهم وبين المدن اللي تم انشائها او تم اخذها من اصحابها. وبيكون هنا الفلسطيني ممنوع انه يمر في كل الطرق دي، والنتيجه ان الفلسطينيين زي ما يكونوا محبوسين في جزر صغيره منعزله من غير ما يقدروا يتحركوا ومن غير ما يقدروا يوصلوا. وده قسم عائلات واسر. الفكره ان العزل الجغرافي ده اتعمل عشان يضعفهم. انا قاعد في مكان ما كنت جنبي كل شيء، بزور قرايبي، بزور ابويا، بزور اخويا، مش هعرف اعمل ده. هعمل ايه؟ همشي انا وابويا واخويا ونعرف نروح مكان اوسع نعرف نتقابل فيه. كل دي كانت طرق بتضغط على الفلسطينيين عشان يقدروا يسيبوا اراضيهم. كل دي كانت طرق تم استخدامها معماريا بطريقه الهندسه الديموغرافيه عشان يقدر اللي يجيب ناس مكانهم. كل دي طرق بتستخدم عشان اقدر اخرجك من بيتك بلا رجعه. الفكره هنا معماريا انه يقدر ارتباطنا باي مكان بنروحه بيبقى فيه ارتباط جزء منه كبير جدا معماري. انا عارف الطرق والشوارع، عارف العمارات، ذكرياتي كلها هنا. لما تتغير الذكريات دي في يوم وليله هعرف عنها ايه، هحن ليها لايه، لما حتى الاقي الناس اللي انا كنت اعرفهم مبقوش موجودين. طبعا ده بيأثر في الواحد. ولكن عندنا طرق معماريه برضو ازاي تقدر منها تقاوم احداث زي دي. تصميم الشوارع بطريقه متشابكه زي المتاهه. عارف المدن القديمه زي القاهره الفاطميه، زي خان الخليلي، الحسين، او البلده القديمه في القدس. الشوارع دي مش اي حد يعرف يمشي فيها الا اذا كان من سكانها، والا غير من كده ممكن يتوه. دي بتبقى صعب على اي غريب بره البلد. الاسطح المتصله، لو كل البيوت متصله بسطح واحد فاذا بقى عندك ليفلين. تخيل كده لو عندك اسطح متصله كده هيبقى عندك طريقين للمشي، هو الطريق العادي وطريق الاسطح. ده بيبقى موجود بيساعد السكان على الهروب وقت الخطر. ومدن كتير في اليمن بتستخدم الطراز المعماري ده. تخطيط الاسواق الضيقه اللي دخولها وخروجها صعب، اللي تخلي واحد ما يقدرش يتحكم فيها بسهوله. التجار زمان كانوا بيستخدموا الاماكن دي كنوع من انواع التامين، يعني كمخازن سريه او ممرات للهروب. السوق القديم في دمشق وخان الخليلي في مصر اكبر دليل على ده. الابراج والاسوار العاليه. المدن ممكن تبني اسوار دفاعيه تدافع بيها عن نفسها. ممكن تكون الاسوار دي اسوار طبيعيه، يعني انت من بعيد كغريب عن المكان ما تقدرش تميز اذا كان ده سور ولا ده مبنى. كمان الابراج العاليه كده كده بتوفر لك رؤيه 360 درجه حواليك في كل مكان عشان تعرف ايه اللي يقدر او ايه الخطر اللي جاي عليك. عندنا مدينه مسقط في عمان دمجت دفاعاتها مع الجبل. التمسك بالهويه، مهما غير الغريب اسم المدينه احفظ الاسم بلغتك العربي، ايا كان اتغير لاسمه ايه لخدمه هدف معين، احفظ المدينه باسمك. ده شارع الشيخ فلان، شارع الاستاذ فلان، شارع الكاتب فلان. احفظ الشوارع باسمائها. طول ما السكان الاصليين بيحافظوا على نطق الاسم عمر الغريب ما يقدر يغير في طباعها. في النهايه لازم تعرف انه احيانا بيكون الصمود في وجه الغريب اكتر من 15 شهر هو نصر. انا مش قادر اواجهك عسكريا، انت كل ادواتك اقوى مني، ولكن التراجع بتاعي دايما بيكون قوه للغريب. الغريب ما بيدومش مهما حاول يغير من هويه السكان هتفضل تساهم في مقاومته زي اللي حصل في الجزائر وفي مصر، ان شاء الله يحصل في كل حتت في الدنيا. ثبت جذورك في التراب فانت باق ها هنا. ادعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان واخواتنا في لبنان واخواتنا في سوريا، بلناش الا بعض في الاخر. الحلقه دي لو وصلت لك فاعرف ان احنا عملنا كل المجهود اللي في الدنيا عشان انت فاهم ليه توصل لك. اعمل لايك واعمل كومنت عشان توصل لغيرك، وما تنساش تعمل سبسكرايب لان دعمك مهم جدا لينا. كنت معاكم محمد فريد وده معمارجيين.